أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، كما يذبح أعزه الله الأضحية الثانية نيابة عن شعبه الوفي وسيرا على سنة جده المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال هذا لنفسي وهذا عن أمتي. وقد كان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وجه رسالة سامية إلى شعبه الوفي، حيث أهاب أمير المؤمنين بشعبه العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة من منطلق الأمانة المنوطة بجلالته كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية وما يقتضيه واجب رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير والتزاما بما ورد في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأهاب أمير المؤمنين بشعبه الوفي أن يحيي عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب. وبهذه المناسبة السعيدة يتقدم للسلام على أمير المؤمنين أيده الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، وتهنئته بالعيد السعيد رئيس الحكومة ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. مناسبة دينية مقدسة سعيدة يتقبل فيها أمير المؤمنين حفظه الله التهاني والتبريكات التي تتضمن مشاعر الوفاء والإخلاص الصادق لأمير المؤمنين نصره الله مع كل مناسبة دينية أو وطنية